الفيلم رقم 5 فيلم البر التاني. الفيلم دلوقتي بيبان كوثيقة عن الإحساس العام بالاختناق، وعن ليه شباب كتير شايفة إن مفيش حل غير في الهروب. الفيلم إخراج علي إدريس وتأليف زينب عزيز، وبيحكي رحلة 3 شباب، سعيد وعماد ومجدي، كل واحد فيهم جايله إحباط من زاوية مختلفة، لكن السبب واحد: واقع اقتصادي خانق، والزراعة واقفة، والشغل غير ثابت، والبطالة منتشرة في كل حتة، والهجرة هنا مش بس طمع ولا كسل، لكنها محاولة نجاة. زينب عزيز بترسم صورة سوداوية للحياة، لكنها مش خالية من الدفء الإنساني المعتاد عند المصريين، لما وهزار وعلاقات أسرية بتخفف الوجع من غير ما تقضي عليه، وده اللي بيخلي قرار الهجرة صعب لكنه مفهوم. رغم اتهام الفيلم بمجاملة الدولة خاصة مع غياب السياسة المباشرة وحضور وزيرة الهجرة العرض الأول، إلا إن جوهره نقد اجتماعي واضح. المشكلة مش في الشباب، المشكلة في واقع بيقفل كل الأبواب في وشهم. إخراجيا الفيلم متأثر بالسينما الواقعية، وبيستخدم مواقع تصوير حقيقية ومشاهد البحر متصورة بمستوى تقني عالي، لكن في المقابل بناء الشخصيات مش دايما كان متماسك، وده بيقلل التعاطف في بعض اللحظات. في الآخر فيلم البر التاني مش فيلم كامل لكنه صادق، فيلم عن حلم أوروبا وعن الهروب كحل أخير لما الحياة تبقى أضيق من إنك تعيش فيها.